بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة الحضور، السيدة رئيسة لجنة المناقشة المحترمة، الزملاء أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، السيد المشرف أطروحة الدكتوراه المحترم، الباحث العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك اليوم في مناقشة هذه الرسالة العلمية التي تناولت موضوعا مهما وثريا، وهو البدايات والنهايات في الرواية العراقية ما بعد عام 2003، دراسة في نماذج مختارة، وهو موضوع يمس صميم التحليل الأدبي والنقدي الروائي، ويكشف عن وعي الباحث وقدرته على التعامل مع النصوص بروح علمية ومنهجية. طبعا قبل أن أبدأ في طرح ملاحظاتي وأسئلتي، لابد أن أشيد بالجهد العلمي المبذول في هذه الدراسة، سواء على مستوى المادة العلمية أو البناء المنهجي أو الطرح التحليلي. مع تثمين هذا الجهد، فإن طبيعة العمل الأكاديمي تقتضي الحوار والنقاش والتأمل، لذا ستكون مداخلاتي مركزة وغير مكررة لما طرحه الأساتذة الأفاضل الأجلاء في عدد من المحاور التي أرى أنها تستحق التوقف والمساءلة. الآن طبعا أعددت لك قائمتين. شكرا جزيلا. القائمة الأولى هي أخطاء طباعية. محمد خليك وياي. أخطاء طباعية، هذه القائمة رأسا مباشرة تكون تعمل عليها، هذه موجودة. بعد ذلك أعددت لك الأخطاء الشائعة أيضا تكون تعمل عليها. الملاحظة الأولى، في المقدمة لم تذكر الروايات، المفترض أن تذكر. أنا تناولت النماذج حتى كي يتم يعني إسكات الأمور بشكل واضح. أذكر الرواية الفلانية والفلانية والفلانية، تختصر لك الوقت مثل ما ذكروا الزملاء من 2003 حتى الآن. ربما إذا كنا يعني نريد نطالبك ما هي الرواية اليوم صدرت أو أمس أنت مطالب بها، تمام؟ لماذا اخترت هذه الروايات؟ سبب اختياري هذه الرواية، هل هذه الرواية نالت على جائزة؟ هل هم أصدقائي مقربين وأخترت رواياتهم؟ هل هم أعضاء في اتحاد الأدباء وأنا اخترت هذه الروايات؟ أبين أنا اخترت هذه الرواية لسبب، هذا ما ذكرته. لديك شواهد مكررة، صفحتين أجد شاهد مكرر لما قبله. لماذا وأنت لديك مثل ما ذكروا الزملاء، لكن أنا في الحقيقة أنت كتبت 48 رواية، لكن في الحقيقة هي 55 رواية. هناك روايات مذاكرها بالفهرست، عيدها. أنا كتبت لك الروايات أيضا التي أنت تناولتها في الدراسة. أيضا ذكرت الباحثة دكتورة نادية هناوي. نعم، هل لدينا فقط الدكتورة نادية هناوي في مجال الرواية؟ لدينا الكثير من الأساتذة الأجلاء الأفاضل في مجال الرواية. يجب يعني علينا جميعا وبعد إذن الأساتذة الأفاضل أن نذكر أساتذتنا ونذكر من هم كتبوا في الرواية، طبعا بكل حسب نستشهد بما يناسب وليس فائضا، وهذا ليس منا عليهم، لأن أولى بباحثينا وبأولى بالباحثين الأساتذة الأفاضل العراقيين أذكرهم في دراساتنا. للأسف نتجه إلى باحثين عرب وأجانب وننسى باحثين العراقيين وأساتذة وأسماء، ولا أريد أن أذكر اسما وأنسى آخر. جيرارد جنيد ذكرت كثيرا، مع أن يوجد باحثين أجانب ممكن أن نذكرهم، لكن أعيد وأكرر هذه الملاحظة وأنا أقولها وتبقى أمانة، ولكم يعني الحرية في ذلك. باحثينا أساتذتنا
زملائنا هم أولى بالذكر. أقفز قفزة كبيرة وأعود، يعني قفزاتي حتكون 191. قصيدة هذا الغريب منين؟ السيد سعيد الصافي الرميثي، هي قصيدة للسيد سعيد الصافي الرميثي وليست لباسم الكربلائي. باسم الكربلائي أنشدها ولم يكتبها. أرجو أن تشير إلى من كتبها وليس من أنشدها. ذكرت العنوان، لكن يجب أن تذكر هو هذا حقه، حق الشاعر وليس حق من أنشد. ذكرت، نعم شاهدت ذلك، أروع القصائد، أنت ذكرت ذلك، أروع القصائد باسم الكربلائي، هذه انتقاءات باسم الكربلائي وليست قصيدة، هذا حق الشاعر. صفحة 2 تكرار السطر بنفس المعنى. جيد. طبعا بالإهداء ذكرت أنه حتى المكتبة ساعدوك في اختيار المصادر، وهذا شيء جيد أنك تشعر بالعرفان لمن ساعدك. 9 و10 أيضا تكرار لنفس الشاهد. 34 وغيرها من الصفحات، في أول الصفحة تذكر المصدر نفسه. طيب المصدر نفسه أين؟ في الصفحة السابقة. هذا أنت مطلوب منك أن تراجع مع الطباع، وأنا ذكرت لك الأخطاء. 41 صفحة 41 راجعها. 110 لم تذكر أرقام صفحات الروايات إطلاقا. ذكرت الرواية نقطتين رأسية، ما ذكرت رقم صفحة الرواية. زين. المنهج، من حيث المنهج لديك الفصل الأول 4 مباحث، الفصل الثاني 4 مباحث، الفصل الثالث 3 مباحث. أليس من الأولى أن نضيف مبحثا رابعا كي يتم الموازنة بين المنهج في منهج تقسيم الدراسة؟ طبعا لدي مقترح، إذا أحببت أنت والسيد المشرف بإضافة هذا المقترح. صفحة 6 بداية الفقرة إلى آخره أكملت عبارات غير متكاملة. طبعا عندك تبدأ العبارة ولا تكملها. تمام. الفصل الثالث أقترح أن يضاف التداخل الأسطوري أو تداخل الخرافة، وبعدين أبين لكم لماذا هذا السبب أنه نضيفه بعد ذلك. التشكيل القرآني، الآية القرآنية، من أحضر آية قرآنية قوسين تنصيص وليس أقواس كبيرة وأشكلها ولا أدعها كما هي، كأنه كتابة كما هي وكتبتها. التشكيل القرآني أعود له. مثل ما ذكرت هي 55 رواية، هذه موجودة، كتبت لك إياهم، أضيفهم إلى مصادرك لأن أنت مشتغل عليهم، لكن اتكأت على روايات وروايات قرأتها ولم تتكأ عليها. لدي بعض الأسئلة، هذه الأسئلة بإمكانك أن تجاوب عن السؤال أو تقول دكتورة عدي الجواب، لكن ومع مشرفك يعني ممكن أن تضيف لكل فصل خاتمة معينة من خلال هذه الأسئلة. أول نقطة، النقطة اللي أذكرها، هل دراستك تطبيقية أم نظرية؟ المفترض تطبيقية، لكن النظري أخذ 70% أو أكثر من الدراسة. زين. أسألك سؤال عن الفصل الأول، كيف تبرر اختيارك للإطار النظري الوظيفي البنائي في تحليل النصوص، وما الذي يميز هذا التوجه عن غيره من المناهج في هذه الدراسة؟ السؤال أذكر لك، السؤال الذي لا تجد له إجابة، أنا الأسئلة حتى طبعتها، لا تجد له إجابة، أبحث عنه، أبحث عن مصادره، أضيفه كي تبرز شخصية الباحث. أنت طالب دكتوراه، باحث، انتهت مرحلة الماجستير، انتهت البكالوريوس، يجب أن تكون لك شخصية في بحثك. فهل لديك إجابة عن هذا السؤال؟ نعم. نعم. لماذا هذا؟ ما الذي يميزه عن بقية المناهج ولذلك اخترت المنهج البنيوي؟
اتفاق معك. زين، بالنسبة للمبحث الأول، كيف يتجلى مفهوم المشابهة داخل البناء السردي؟ وهل لها وظيفة دلالية تتجاوز البنية البلاغية؟ نعم. شخص يشبه الرواية. نعم. الفعل. نعم. المبحث الثاني، ما دور السخرية والتهكم في إعادة تشكيل العلاقة بين القارئ والنص؟ وهل تجد إنها أداة تفكيك أم بناء؟ تفكيك، لماذا لم تكتبه؟ اكتب إذا تفكيك، اكتب أنه هي أداة تفكيك، اكتب ولم تكن أداة بناء لسبب كذا وكذا وكذا. الفصل الثاني، المبحث الأول والثاني والثالث، تم توظيف الإهداء والعنوان والاستهلال كآليات دلالية تؤثر في تلقي الرواية. كيف تجد ذلك؟ نعم. علي صوتك شوي، دافع. نعم. تمام، هو تطبيقي. الفصل الأول، الفصل الثالث، المبحث الأول، التداخل النص الديني في الروايات، هل وظف لأغراض رمزية أم نقدية؟ رمزية. لماذا لم تذكره؟ أذكر. أنا دا أكتب هذه الرسالة أو أكتب هذه الأطروحة حتى أبين أنا وظفت هذا التوظيف، أو وظف الرواية أو الكاتب الأمور الرمزية، وانطلق الروائي بهذه الرمزية حتى ينطيني هذه الثيمة. ما أكتب يعني أنطي نتيجة، شخصيتك تبين وين من أنت تنطيني نتيجة. كيف ساهم أو أسهم التداخل مع النصوص الأدبية الأخرى في بناء النص الجديد؟ وهل يعد تناصا أم إعادة إنتاج؟ تناص، عندنا التناص بالنسبة للمبحث الثاني، ركز وياي. هل هو إعادة إنتاج أم تناص؟ تناص. أكتب التناص في هذه الأمور، ولكن تفوق في بعض الأمور الأخرى من خلال التداخل النصي. ما أثر المقولات السياسية المتداخلة في توجيه السرد؟ وهل كانت مدمجة عضويا أم طغت على المتن؟ المقولات السياسية أنت ذكرت بالمبحث الثالث بالنسبة للفصل الثالث مقولات سياسية متداخلة في توجيه السرد، هذه مدمجة أم طغت على المتن؟ طغت على المتن. أذكرها، ما ذاكرها أريد تلخص لي نهاية كل فصل شنو اللي يستوي. هذه الأسئلة الواردة هنا نهاية كل فصل، تأخذ سؤال سؤال، تكتب نتيجة الفصل الموجود، حتى هنا تطلع بنتائج. أنا مو بس أنظر، لأن مثل ما ذكرت لك التنظير أخذ من عندك 70% 75% معدل، بينما أنت مستشهد 55 رواية، واقع عن 55 رواية، وقلت لك تذكرها في المقدمة. زين، هنا هذا السؤال يفيدك بالخاتمة وبالنتائج. هل رصدت تداخلات نصية غير مباشرة، مثلا الأثر الأسطوري، الخرافة، الثقافة الشعبية، الخطاب الإعلامي، الأسلوب الفلسفي من خلال دراستك؟ ذكرتها؟ ما ذكرتها. إذن هذا بمن يفيدك؟ يفيدك بالفصل الثالث كمبحث رابع حتى تتوازن الرواية من حيث عدد الفصول والمباحث. هذه وجهة نظري بالأمور. في ضوء كل هذه التداخلات والوظائف، ما أبرز التحديات المنهجية التي واجهتك، وكيف حافظت على التماسك التحليلي؟ نعم. سواء كانت في الفصل الأول زين.
تمام. إذا هذه الأسئلة تجيب عنها، لأن هذه الإجابة ربما في المناقشة يعني تكون على وجه السرعة وما تكون دقيقة بشكل أمثل. هذه الأسئلة أرفقها بما تقدم، ولأني آخر من يتكلم وربما هم سبقوني طبعا الأساتذة الأفاضل، يعني أقل من له 25 عام، فأين أنا منكم يعني حقيقة. فأكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا.